السلام عليكم إخوان، تحياتي لكم أينما كنتم داخل أو خارج المغرب، دائما في إطار الرد على هؤلاء المتطفلين والمتطفلات الذين يتطاولون على المغرب وعلى أبناء المغرب. اليوم غادي نردوا واحد الرد على ذاك المصري اللي ديجا كان عطيتو واحد الرد وراه بان ليا ثاني خرج كيتطاول. شو اللي وليت كنلاحظ هو ان اللي فاق بكري كاينوض يهضر على المغرب، اللي فاق بكري فيهم كاينوض يهضر على المغرب. سيدي هذا المصري ثاني خرج كيتطاول وكيدافع على ام شنطه. واسمع سيدي، ولا كينعت السيد بوريطه بانه وزير فاسد ووزير مطبع مع الصهاينه، وقال لك خاضع للصهاينه وكيسب في الصحافه المغربيه وكيسب في اليوتيوبرز وهاد الناس اللي كيخدموا على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي حنا فقط ندافع عن انفسنا. حنا كندافعوا، ما عمرنا شي مغربي انا لاحظت خرج وبدا كيهضر على شي مصري على مصر ولا على شي دوله. حنا دوله مسالمه ولا لا حكومه ولا شعب، ما عمرنا تجبدنا شي دوله. وهاد الناس فيما فاق شي واحد الصباح بكري كانوا يحلفوا مو على المغرب. كما قلت لكم في اطار الرد عليه، انتم غتشوفوا في فيديو شنو غادي يقول وانا غادي نرد عليه بطريقتي الخاصه. هي حاجه واحد الملاحظه اخواني اخواتي، نعطيكم واحد الملاحظه. انا كنشوف لي فيديو كيكونوا فيهم لي في بزاف، ولكن لي لايك بالله ما تخسر والو خويا، قدير لايك غير باش يطلع الفيديو. ونبغي نقول لكم واحد المساله اخرى، اللي كيقول بان راني كنقول لكم ديروا لايك وديروا تعليق باش انني على قبل لادسنس كون على يقين بان اليوتيوب راه ما كتخلصش على هذه النوعيه ديال هذا الفيديو، حيت المحتوى هي كنرد فيه وكنحط فيه فيديوهات ديال الناس اخرين، فبالتالي واخا دفع على لاصص ولا خد على المراجعه راه ما تقبلش القناه، لان هي التعليق ما كاينش محتوى ديالي خاص. لذلك ارجوكم ديروا لايك، ديروا تعاليق، وخليوا هذا الفيديو ينتشر باش هذا السيد هذا. بغيت انا صراحه ومن هذا المنبر انا بغيت نوجه لي نداء الى كان راجل يجاوبني. وتحيه لكم جميعا. خليكم دابا عاد المقطع ورجعوا من بعد. ام شنطه اللي اتكلم عليها الاعلام المغربي الفاسد ووزير الخارجيه الفاسد التابع لبني صهيون. وزير فاسد بني صهيون، عرفت الله على الكاذب. ما عرفتكمش اخويا ملي كتخرجوا لينا، ولكن نحن لكم هنا بالمرصاد. وزير السيد ناصر بوريطه اشرف من 1000 واحد منك، ولا كنتي ناوي طامع تدخل المغرب بدا كون راجل، كون رجوله. انت فين هي الرجوله ديالك؟ انت بقى في بلادك. انت علاش انت دابا راجل اللي طامع تدخل تبع مرا باش تدخل معاه للبلاد، تدخل معاه البلاد؟ هذه الرجوله. كنتي راجل وقاد وتزوج بها ودخلها عندك لبلادك، ليش جيبها؟ ليش باغي طامع تدخل عندها؟ راه كيقولوا حنا في المغرب اللي يسكن مع نسيبو ها الكلب. نعاودها لك، حنا في المغاربه شنو كنقولوا ما يسكن مع نسيبو ها الكلب. انت اللي طامع تسكن مع نسيبتك مع نسابك تجي تدخلها المغرب، كون راجل وتحمل المسؤوليه وتزوج شي بالمراه مغربيه عايشه في بلادك. علاش باغي تخرج من بلادك انت وتدخل المغرب؟ ياك بلادك تحسن منا، ياك حنا بني صهيون علاش باغي تجي عندنا؟ من هي ام شنطه اللي قامت عليها الدنيا وقعدت؟ ام شنطه ديت اللي بعتوها اهلها هنا للغربه تجري عليهم، عندها 50 دراع وتلهت مع الحياه ومرض اهاليها ومشاكل اهاليها ونسيت نفسها، وعدى عليها السن من 35 سنه وانت طالع، وبدات تعدل حياتها مع اي واحد عربي مسلم زيها في الغربه. وفي الاخر يقوم يتقلب عليها الاعلام الفاسد وشويه من الرعاه اللي هم قاعدين على القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. ياك اسمعوا مزيان المغربيات، اسمع اش قال لك، اسمع الحاشيه ديال الهضره كيدير. قال لك بدا كيفسر لك ام الشنطه، قال لك شكون انت؟ قال لك صيفطوك والديك تخدمي عندهم. نعم، وبقيتي قال لك خدامه عليهم. شوف الحاشيه الهضره حتى فاتك الفوت. قال لك فاتك الفوت، كيقول لك زعما بالدارجه وليتي بايره، ما قبع لك شي واحد وقلبتي على هذاك شي واحد زوج بيك. سمعي
وسمعوا المغربيات اشنو كيتقال عليكم. ما تبقاوش تحاشيوها ليهم، ما تبقاوش تكبروا الشال بوجعان. اخر مطاف قال لك انت بقيتي خدام على والديك وفاتك العمر وكبرتي وبرتي، وداك السيد جا سترك. ديها في ودنيكم المغربيات. الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تكبروا الشال بوجعان. مع احترام الاشراف واحرار المغرب المحترمين، الناس المحترمه، ولا اتعاطف مع الاشكال الوسخه اللي بتهين المراه المغربيه المناضله. ياك المعلم، احنا موسخين اخويا، والله ما كاين اللي موسخ قدك، وما كاينش اللي كيباتوا في الزنقه. سير شوف الناس عندكم راه كتعيشها في المقابر يا وجه النحس. سير شوف اسيدي، الناس عندكم كتسكن في المقبرات اللي يجي كتحل فمك على المغرب. واقيلا انت ني تعيش في شي مقبره وجاي باغي تخشى تدخلك المغرب، ونعاودها لك وديرها حلقه في ودنك. ما يسكن مع نسيبو غير الكلب، ما يسكن مع نسيبو غير الكلب. عقل عليها مزيان. تباين لي يعيش في شي مقبره وجاي باغي تخشى هنا في المغرب. هادشي علاش ضاربك النفس. ودي هادي في ودنيك ثاني غنعاودها لك من حنا كنقولوا في المغرب ما يسكن مع نسيبو غير الكلب. هادي راه ما كايناش عندكم نتوما في مصر. باش تعرف المغاربه حار عليك وبزاف عليك، وبزاف عليك بزاف. انت كون كنتي قدامي كون صرتك. وسير قلب على شي واحد يفسر لك الكلمه ديال ما يسكن مع نسيبو غير الكلب. يلا تهلا تهلا.